قراءة الفاتحة وراء الإمام لازم ولا مش لازم في صلاة الجماعة؟ الحمد لله، سؤال جميل جدا يا جماعة، وناس كتير بتسأل السؤال ده. أول حاجة لازم نعرف إن عندنا الصلوات سرية وصلوات جهرية. الصلوات السرية مثل صلاة الظهر وصلاة العصر، أما الصلوات الجهرية مثل صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. هنمسك مثلا صلاة زي صلاة العشاء. انت دخلت دلوقتي تصلي جماعة وراء الإمام في المسجد، فالإمام بيبدأ يقرأ بأول ركعة بسورة الفاتحة، والإمام بيقرأ سورة الفاتحة، أنت بتستمع في هذه اللحظة إلى الإمام، ثم بعد ذلك الإمام كده بيسكت سكتة بسيطة، أنت بقى في السكتة اللي هو بيسكتها ديت أنت تقرأ سورة الفاتحة. لو الإمام سكت سكتة طويلة وقدرت تقرأ سورة الفاتحة كلها مفيش أي مشكلة. أما في هذا الحال لو الإمام بدأ في القراءة فعليك أن تتوقف وتستمع للإمام، لأن الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. يبقى إيه؟ لما الإمام يقرأ إحنا لازم نستمع إلى القراءة، وهو ده اللي ذهب عليه جمهور أهل العلم، وقالوا أن قراءة الإمام قراءة للمأموم. أما في الركعتين اللي هم بقى بعد كده السر، اللي هم الركعتين اللي بنقول فيهم في السر، نقرأ فيهم سورة الفاتحة. أما في الصلاة الجهرية زي ما أنا قلت كده، الإمام بيقرأ الفاتحة وبعد كده بيسكت، أنا بقرأ سورة الفاتحة، ولما الإمام يبدأ في القراءة أنا بتوقف عن قراءة سورة الفاتحة، لأن جمهور أهل العلم قالوا أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولازم والقرآن الإمام بيقرأه لازم نستمع للقرآن عشان نركز ونخشع في الصلاة. جزاكم الله كل خير. ريت نعمل مشاركة للفيديو إعادة نشر عشان ناس كتير جدا ما تعرفش الموضوع ده. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.